الا كنتو اول مره كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وللتواصل بالجديد لحظه نشره فعلوا خاصيه الجرس. كما شفنا اخوتي كنت قلت لكم مسبقا بان المنتخب الاسباني ما غيخلعناش وما خلعناش الحمد لله اليوم. نفس الخطه اللي لعبنا بها يعني ما زدنا ما نقصنا، نفس التشكيله نفس الخطه. يعني لعبنا مزيرين الشغل في وسط الميدان، يعني في نص تيراننا خلينا لهم كره استحوذوا عليها كما تيبغيو، هذاك هو اللعب اللي تيعجبهم. عطي لهذا عطي الاخر عطي الاخر، التيكي تاكا ديالهم خلينا عليهم كره ديوها معاهم حتى لدارهم دابا ماشي مشكل. المهم هو النتيجه، وفي الاخر تخرج منتصر وتتخرج متاهل يعني للدور الربع النهائي، وهذه هي الكره. هذا هو الاداء خلاها وليد الركراكي ملي كانوا سولوه على، يعني كان الجماهير تشتكي من الاداء فاش كان مع الوداد، قال لهم ها الاداء ملي جاب لهم الكاس ديال عصبة الابطال. المهم دابا ان شاء الله ما بغينا لا اداء لا والو، بغينا نمشيو بعيد في المونديال، بغينا الكاس الى كتاب ما كتابش ماشي مشكل، راه لعبنا مزيان ووصلنا لربع النهايه الحمد لله. واخا حنا دابا ولينا طماعين وطامعين اننا نوصلوا لكثر من ربع النهايه، نوصلوا حتى للفينال ان شاء الله، علاش لا نديو هذا الكاس هذا. المهم اخوتي الصراحه الدراري كاملين تقاتلوا، كلشي لعب مزيان، ما كاينش شي واحد يعني كان ناقص ولا هادي اللي ناقص تيغطيو عليه صحابو يعني ما. ولكن الا جمعتي الماتش كامل تلقى ان الدراري كل واحد دار اللي عليه ودار فوق الجهد ديالو. مرابط صراحه كان احسن واحد اليوم في يعني في استرجاع الكرات، في تيبني العمليات، ولكن اللي خدا احسن يعني اللاعب في الماتش، احسن لاعب في هذه المباراه هذه هو ياسين بونو، لانه تصدى لركله الجزاء ما دخلت عليه حتى ضربه جزاء، وهو اللي عاون المنتخب المغربي باش تاهلوا وباش فازوا. يعني برافو عليه بونو، تبارك الله على الدراري كاملين واحد واحد، يعني بلا ما نذكروا سمياتهم لان ما يساليش هذا الفيديو هذا. مبروك علينا الفوز والتاهل لربع النهائي. نشوفكم في فيديو جديد، ما تبخلوش علينا اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناه، يضغط على زر الجرس وشي لايك اخوتي لهذا الفيديو، والسلام عليكم.